السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بجد. وحشني تسجيل الفيديوز والفضفضة. من زمان ما نزلتش فلوجات او فيديوز بصوتي، وتقريبا ده من بداية الميد ترم، لان الميد ترم كان واخد كل وقتي، وكان عندي يعني كل يوم امتحانات، وكل يوم يعني كان بيبقى احيانا عليا مادتين. بس الحمد لله يعني رجعت من جديد. ده كان اخر يوم معايا في امتحانات الميد ترم. الحمد لله يعني ظبطت المنبه بتاعي الساعة 6 الصبح، وصحيت بدري عشان الحق الم الحاجات اللي عليا قبل ما اروح الامتحان، اللي هو يعني اراجع. يعني لكم ان تتخيلوا بقى ان انا كل يوم بصحى على الصوت ده. يعني المنبه ده ببقى عايزه اقوم اللي هو اكسره، اللي هو ببقى صاحيه كده. لازم نكمل، لازم نكمل، لازم نروح نمتحن، اللي هو يلا. بسايس نفسي كده عشان اروح. وده بسبب طبعا ان اي حد قبل اي امتحان بيبقى خايف ومتوتر، وانا من النوع اللي بتوتر قبل اي امتحان، ببقى خايفه طبعا. يا ترى هيجي سهل، يا ترى هيجي صعب او كده. فبنصح اي حد على اي امتحان انه يبقى حاطط في دماغه توقعات ايجابيه. ان شاء الله اعرف احل، ان شاء الله يعني هيبقى الامتحان سهل، هيبقى الجو لطيف، يعني كده. يعني هدي نفسه بالكلام ده عشان ما يتوترش وكده، ويعرف يحل كويس. امبارح كان الجمعة وانا كان عليا امتحانين، واحد الساعة 2 وواحد الساعة 3، وطبعا الاتنين في مكانين مختلفين. خلصت طبعا، رجعت وكده يعني. وجه وقت الامتحان وكده، جه الميعاد اللي امشي فيه، فانا حضرت الشنطة بتاعتي، وطبعا اخدت الكارنيه اهم حاجة، وخدت الاقلام، وخدت الفلوس بتاعتي طبعا عشان بسافر وكده. فيعني خدت كل حاجة واستعنت بالله يعني ومشيت. وده طبعا كان شكل الطريق واحنا ماشيين، ما كانش فيه عربيات خالص، بس الحمد لله يعني لقينا عربية وكده، وبعدين مشينا ووصلنا بدري، وصلنا بدري قبل الميعاد كمان بساعة. أنا عندي قاعدة وأرفع شعارها يعني إذا بذل المجهود فرض بالموجود وإن لم تحقق المقصود. أنت الآن بذلت مجهود لا يضيق صدرك، ذاكرت ما توفق لا يضيق صدرك، درست الجدوى واستعنت بالله وفشلت لا يضيق صدرك، كنت مستعد ودخلت مسابقة في الإلقاء وأخذت العاشر من أصل 5 لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك. مو بلازم دايم تفوز. أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق العظباء، وكانت لا تسبق. يقول لاحظ فكرة وشو ناجحة دائما. فسابقها أعرابي على قعود له فسبقها، انهزمت فشق ذلك على المسلمين، طق صدورهم، فشل. يجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان حقا على الله ما رفع شيء في الدنيا إلا وضعه. تعايش أنت مع هذه القاعدة. هذا المشهد الأعرابي سابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به مثلا لنا. طبعا بعد ما خلصت الامتحان الاول، خلصت بقى طبعا ومشيت بسرعة عشان الحق الامتحان التاني، لانه كان في الكلية بتاعتي، والامتحان الاولاني ما كانش يعني في الكلية اللي انا فيها. الحمد لله يعني خلصت في الامتحان التاني، وكان عندي كده قعدت ارسم في الورقة، يعني زي ما انتوا شايفين كده. كنت في معمل نسا يا جماعة، فقعدت اصور بقى في الحاجات اللي هناك. وبس كده، متنسوش تقولوا رأيكم في الفلوج، ويا ريت لو عجبكم تحطوا لايك، ولو كنت اول مرة بتشوفوني اعملوا سبسكرايب في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.